سنة وحضرتك طيبين. وحضرتك طيب. كل سنة وحضرتك طيب. وانت طيب. النهارده بتحتفلوا بشم النسيم ولا بعيد القيامة؟ بصراحة الاثنين يعني. حضرتك شم النسيم عادي القيامة عدى خلاص. لا، ما يعتبر برضو تاني يوم في عيدنا، فبرضو خاصص للاحتفالية برضو. حاسين ان النهارده شم النسيم زي كل سنة ولا يعني اخبار الجو ايه؟ الجو كويس؟ الجو هو حر؟ الجو كويس جدا مسحلقا وحراس الصراحة والجو جميل جدا جدا. حاسين ان في تأمين من المحافظة على حياة الناس؟ بصراحة يعني هو فعلا في نظام والجو كويس والحمد لله يعني. بالنسبة للعيد امبارح برضو كان في تأمين بالنسبة للكنايس؟ كويس. احنا بصراحة كنا مقلقين برضو وكنا خايفين، بس الحمد لله عدى على خير والعيد كان كويس الحمد لله. لكن النهارده الاجواء انا شايف الناس كتيرة كلها مجتمعة والجو كويس والناس كلها لسه طبعا ما خلصناش، ده كمان لسه. ناويين عليه بقى تاني النهارده؟ ايه؟ ناويين عليه تاني النهارده؟ ابدا انا لما كلنا حوالين بعض ونبقى قاعدين يعني بنفرح مع بعض، فيا ريت يعني بنتمنى من ربنا ان كل ايام تبقى عامله زي شم النسيم. طب النهارده الاحتفال بالنسبه لكم اكتر بشم النسيم ولا بعيد القيامه؟ بعيد القيامه كان امبارح طبعا كان امبارح عيد القيامه والنهارده شم النسيم ده. حاسين ان في يعني تمازج بين المسلمين والمسيحيين في عيد القيامه وفي عيد شم النسيم، في تداخل بينكم من بعض؟ هو انا عن نفسي يعني انا عندي اصحاب مسلمين رن عليا اكتر من اصحاب المسيحيين بيعيدوا عليا على العيدين. العيد اتصلوا بيا في العيد واتصلوا بيا في شم النسيم النهارده وعيدوا عليا، وكلنا اخوات وكلنا زي الفل مع بعض في الشغل وفي البيت وفي المواصلات وهنا وهنا وعلى الكورنيش وقاعدين مسيحيين مع مسلمين بنتبادل مع بعض، هاتي ميه هاتي حاجه ساعه. هي دي الصوره الحقيقيه اللي ان شاء الله وطننا على طول هيكون فيها مستمر باذن الله. طيب اتعودنا دايما في شم النسيم في مظاهر احتفاليه زي الفسيخ والبيض وتلوين البيض، عملتوا كده النهارده؟ اكيد طبعا، دي عادات وتقاليد من زمان ما ينفعش تتغير. مهما نكبر في السن او مهما سننا بيكبر لازم برضو نلون البيض وناكل فسيخ. مهما انت ممكن تلاقي طفل صغير ماسك بيضه ملونه، ممكن تلاقي راجل كبير برضه ماسك بيضه وبيلونها علشان بيديها لابنه وبيديها لحفيده، ماسك طبق فسيخ وبياكل منه وبيشرب حاجه ساقعه وبتاع، فدي حاجات ما اعتقدش. عيونك وانت تميل دوقوني الويل عيونك صبري قلبي قليل صبروني الليل عيونك وانت تميل يا غالي دوقوني الويل عيونك صبري قلبي قليل يا غالي قول لي اعمل ايه وانت ترضى بايه وغلبت اناديك حايل فيك نهار وليل. اعمل ايه حبيبي كلنا قاعدين مبسوطين، كل الناس قاعده مبسوطه. ورايا حضرتك؟ الجو جميل والحمد لله، يعني الناس كل واحد مختصر في حاله وما فيش اي مشاكل. في فرق السنه دي بين شم النسيم السنه دي وفي شم النسيم السنه اللي فاتت؟ شم النسيم السنه دي فيه هدوء بالنسبه ان توقيت الامتحانات بكره، فاغلب الناس طبعا قاعده في بيوتها عشان ولادهم يذاكروا، فعشان كده الكورنيش مش مليان اللي زي كان معتاد يعني كل عام. طب انت كنت حابب يكون في زحمه اكتر ولا حابب الهدوء ده؟ طبعا الهدوء احسن. الهدوء احسن. اي راحه بالنا. يعني احنا خدنا من قصيرنا سعيدة جدا، كل سنة وحضرتك طيبين، يا رب نكون خاف عليكم ان شاء الله، فرصة سعيدة جدا. ربنا يعينكم، كل سنة وحضرتك طيب يا فندم. الصحة والسلامة. ايه اخبار شم النسيم النهارده؟ الجو كويس ولا؟ تمام الحمد لله وكلنا سعداء وربنا سبحانه وتعالى. حضرتك متعود تنزل والعيلة كده كلها على طول ولا هو في شم النسيم بس؟ كل سنة كده يعني متعودين ان احنا نطلع كده مع بعض ونجمع كل العيلة، اخواتي ولاد اخواتي كلنا بنقضي يوم من اول لاخر كده مع بعض يعني.
حاسين في اختلاف بين شم النسيم السنه دي وشم النسيم السنه اللي فاتت؟ وانا شايف يعني سامع ان السنه دي يعني الجو رايق شويه وهدوء كده يعني الحمد لله يعني ربنا يصلح حال البلد يعني. ربنا يخليك يا رب وان شاء الله ربنا يصلح حال البلد. طبعا شم النسيم معروف بالبيض والفسيخ، لو انتوا بيض النهارده؟ لو انتوا بيض؟ طب واكلتوا فسيخ ولا؟ لا. اكلتوا فسيخ ولا لا؟ اكيد. طب بالنسبه حاسين ان في تامين النهارده على اليوم، في عربيات امن رايحه جايه، عربيات اسعاف بحيث انها تامن الناس؟ موضوع الحرام ما لقيتش جميل هناك شكلها معترض على الكلام. الحمد لله تمام. كويس خالص. اعتقد انها في اختلاف شويه. الفسيخ كويس ولا مش كويس بتاعها؟ كويس. لا اعترفي يعني من غير مجامله. قصدك دي مش هاكله عشان مش حلو ولا عشان انت تاكلوش اصلا؟ عشان تعبانه. طبعا ده عشان خاطر ما تعرفهاش. اوكي. الفسيخ بتاعها كويس ولا؟ ما سمحتش كويس. الفسيخ اللي بتعمله كويس ولا لا؟ هو انا للاسف ما اكلتش منه يعني لسه هتجربي؟ انا من النوع اللي مش باكل الفسيخ، بخاف. ليه بقى؟ يعني بيحصل حوادث كتير وبسمع في ناس بتروح المستشفى وكده من الاحتياط ان احنا ما ناكلش اصلا. انا ما بحبش عشان انا معدتي يعني. طيب رأي حضرتك الفسيخ بتاعها كويس ولا؟ لا بتعمل الفسيخ زي الفل. كل سنة. ست الحبايب يا حبيبة، يا أغلى من روحي ودمي. ست الحبايب يا حبيبة، يا أغلى من روحي ودمي. يا حنينة وكل كتيبة، يا رب يخلي. هو جاي بالذات عشان اكل فسيخ. يعني لو ما كانش كده ما كانش جه. طب ليه كده؟ طب ايه رأيك على الكلام؟ انا كان نفسي يعني بستنى اليوم ده عشان اكل فسيخ، ده انا ما بناكلوش اي يوم في يعني انت مش جاي عشان اللمه والاهل جاي عشان خاطر الفسيخ؟ والاهلي طبعا. انا بقدم نفوس بس مش اكتر.